مبدئيا اللي انت شايفه قدامك ده والوضع اللي انا عامله ده مش حاجه مجازا كده، لا ده حاجه حقيقيه. الفتيس فعلا بيكون مخنوق نفس الخنقه دي. وعاوز اقول لك التوكيلات منهم لله، هم اول ما ابتدعوا الحوار دوت بسبب كسلهم. يعني هو مش فارق معاه فلوس العميل وكسلان، فابتدى يخترعوا حاجه كده، فالله يسامحهم عليها، ادت لاختناق الفتيس، بتؤدي لتكتيفه رهيبه جدا في العربيه، وبتؤدي لتسقيف في الموتور. حتى لو انت بتحط بنزين 95 وموتور عربيتك كويس، بتؤدي لتقل في العربيه وارتفاع استهلاك البنزين. بتؤدي الاخطر من كده ظهور اعراض غريبه، ظهور صوت زي صوت ترومبه الباور بتاع العربيات القديمه اللي هي كانت شغاله بدركسون على باور زيت، في ظل ان العربيه بتكون شغاله بباور كهرباء. فالصوت ده طالع منين؟ فاعراض غريبه وعجيبه بتؤدي الى حاله من اللخبطه وفشل التشخيص وتشخيصات غلط وحاجات زي ان انت تروح تغير ترمبه ميه ومش عارف سير مجموعه وبلي ومش عارف والله في ناس خسرت بالاربع والخمس تلاف جنيه بسبب العطل اللي انا هقول لك عليه دوت، اللي بيؤدي لاختناق الفريس. وهقول لك بعد كده العربيات كمان اللي بيحصل فيها وايه الصح. وهنقول طبعا خلينا الاول اسمعك الصوت مبدئيا علشان تشوف الصوت ده بيحصل معاك ولا لا. مبدئيا الصوت ده بيحصل الصبح مع بدايه الدواره، خصوصا في الشتاء. ممكن في الصيف ما يظهرش، في الشتاء بيكون ظاهر جدا جدا. لو دورت بعد كده اثناء اليوم ممكن ما يظهرش معاك. هيا بنا. الصوت الثالث برضو وجود زنه رهيبه في جسم العربيه بتعملها نفس المشكله. طبعا هتاكد على كل حاجه انها مربوطه مكانها، هتلاقي كل حاجه مربوطه. هيروح على طول الميكانيكي يقول لك ده علبه البيئه بايظه ومكسوره وهي اللي عامله الزنه، وممكن يفضي لك علبه البيئه. وبعد ما تفضي علبه البيئه وتخسرها هتتفاجئ ان الصوت موجود زي ما هو، لان العطل ده خبيث جدا جدا وناس كتير قوي بتخسر فلوس فيه، وللاسف ما بيحلوش المشكله ابدا. طيب المشكله بتحصل ازاي او ايه سببها؟ سببها هو انسداد كامل لفلتر زيت الفتيس. طيب مين بيتسبب في كده؟ بيتسبب في كده الحركه بتاعت التوكيلات، انه ما بيرضاش يفك الكارتيره ولا ينظف الفلتر ولا يغيره. لا هو بيفك طبه، ينزل 3 لتر زيت على سبيل المثال، وبعدين يجي حاطط 3 لتر زيت تاني غاسل بيهم، وبعدين يجي مفضيهم، وبعدين حاطط كمان 3 لتر غاسل بيهم، وبعدين يجي مفضيهم ويحط 3 لتر كمان. فبيغسل ب 6 لتر، وبعد كده يحط كمان 3 لتر، فالاجمالي بيكون حوالي 9 لتر. وفي كل الاحوال هو ما فكش الكارتيره، لا هو فك الطبه. وفي كل الاحوال هو ما نضفش فلتر زيت الفتيس. وبناء عليه هو بيغسل على سبيل المثال ب 6 لتر، وعاوز اقول لك اللتر بحوالي 500 جنيه. فانت متخيل مثلا ان هو بيغسل الفتيس ب 6 لتر زيت ب 3000 جنيه. وفي نفس الوقت المشكله ما اتحلتش. ليه؟ لان الفلتر ما اتنضفش او الفلتر ما اتغيرش، فالفلتر بعد شويه بيتسد. طب ولما بيتسد، لما بيتسد بيبقى في معاناه رهيبه من ترمبه زيت الفتيس في ان هي تسحب الزيت من الكارتيره، لان هي بتسحب الزيت من الكارتيره مرورا بالفلتر، الفلتر اللي هو مسدود. فتسمع صوت ونه رهيبه مع دواسه البنزين والصبح خصوصا. طب اشمعنى الصبح؟ الزيت زي ما انتم عارفين في الشتاء بالذات والصبح بيبقى الدنيا برد، فالزيت بيبقى طبعا مترسب كله في الكارتيره وبيكون تقيل عامل زي العسل النحل كده. فلو الفلتر سالك هيعدي بسهوله. طب لو الفلتر مسدود، الفلتر مسدود والزيت تقيل، فيبقى في معاناه رهيبه من الترومبه انها ترفع مين؟ ترفع الزيت. فهتسمع صوت زنه، هتسمع صوت ونه زي ترومبه الباور البايظه. يعني هيبقى في اعراض كمان. اول ما تدي العربيه دي هتلاقي الار بي ام نزل مباشره. وطبعا عاوز اقول لك الصوت ده بيحصل على الان وبيحصل على البي برضه، يعني ما تبقاش متخيل انت لازم تدي الدي. ما هو ايه اللي بيلخبط الناس؟ بيلخبط الناس ان هو بيبقى معتقد ان العربيه ما دام على الان فالفتيس حركته مفصوله وترومبه زيت الفتيس مش شغال، فيقول لك الصوت ده ما دام بيحصل والفتيس على الان يبقى مش من الفتيس. روح غير بقى بيلي مجموعه، روح غير سير مجموعه، روح غير ترومبه ميه، روح كسر علبه بيئه، روح. بيدخلك في حوارات رهيبه، وبيكون هو فعلا السبب الفتيس، لان ترومبه الزيت برضه هي اللي بتكون عامله نفس المشكله بسبب مين؟ بسبب الانسداد. وبالتالي مفيش حاجه اسمها تغيير زيت فتيس ابدا بدون فك الكارتيه. مفيش حاجه اسمها تغيير زيت فتيس بدون تنظيف الفلتر لو بيتنظف، لو هو معدن، او تغييره لو هو مش معدن. فالحاجات دي يا جماعه في غايه الاهميه. ما ينفعش حاجه اسمها ان انا اكسل افك الكارتيره عشان ما اتعبش نفسي فاقوم اغسل الفتيس ب 6 لتر زيت. مفيش منطق في الدنيا يقول حاجه زي كده. مفيش حاجه اسمها ان انا اغسل طب ما انت غسلت غيرت الزيت وخسرت 6 لتر وقعتهم على الارض. طب ما المشكله هي عامل بالظبط زي زيت الموتور. هل انت زيت الموتور بتغير الزيت بدون تغيير الفلتر؟ وهل في حاجه اسمها فلتر مدى الحياه؟ يا راجل اسمه فلتر بيجمع الشوائب.
فتفك الكارتيره، تنظف المغناطيسات، تنظف الفلتر بتاعك، كده الفتيس بيفوق. وما تغيرش غير هم 4 لتر. بيبقى فيه لتر تحت في الكارتيره، بيبقى فيه 3 لتر مثلا اللي انت بتحتاج تغيرهم. طبعا الموضوع ده بيزيد ويقل حسب كل عربيه، فهنقول مثلا لو العربيه بتاخد 3 لتر وفي لتر كمان في الكارتيره، هتغير 4 لتر فقط. مفيش حاجه اسمها 9 لتر زيت، مفيش حاجه في الدنيا اسمها كده. هم ال4 لتر اللي نزلوا تحط مكانهم، وتنظف الكارتيره وتنظف الفلتر. اما شغل التوكيلات والناس اللي مش عاوزه توسخ ايديها ده، نصيحه مني ما تعملهاش. طيب المشكله هتظهر معاك في اول 40000 كيلو من الصيانه. لو قلنا العربيه بتغير زيت فتيس كل 40000، لا، ولا اول 40 ولا تاني ولا تالت. يعني في صيانه ال 40 وال 80 وال 120 هتلاقي العربيه زي الفل. الاعراض هتبتدي تظهر معاك من اول 160000 كيلو. هتبتدي بقى ليه؟ لان الموضوع بيحصل بالتدريج. لو انت منتظم على الصيانات الموضوع بياخد وقت شويه. ليه؟ لانك منتظم وكده كده بتغير زيت الفتيس، فالموضوع بيحصل تحسن جزئي. لكن على صيانه ال 160 هتلاقي الفلتر اتسد تقريبا بالكامل، فهتبتدي بقى تدور العربيه الصبح تسمع صوت الزنه، وتلاقي العربيه استهلاك البنزين زاد، وهتلاقي التسقيف في العربيه ظهر. كل ده سببه فلتر زيت الفتيس. طبعا في ناس هتطلع تقول لك ايه، ما هو انت كده لما تنزل 3 لتر ولا 4 لتر في زيت لسه موجود جوه قلب الفتيس. يا عم اغسل، مفيش مانع، عاوز تغسل اغسل. انا بتكلم في حاله ان انت منتظم على الصيانات، مش هتحتاج تحط 9 لتر زيت وتغسل ب 3 لتر وتنزل 3 لتر وتعمل قصه الغسيل دي. هم ال 4 لتر هيبقوا كفايه في كل مره. لكن انا بتكلم عاوز تغسل اغسل براحتك، عاوز تحط تغسل ان شاء الله 10 مرات، بس المهم نظف الفلتر، المهم بنظف نزل الكارتيره ونظف المغناطيسات. انا مش ضد الغسيل، فعلا بيبقى فيه زيت لسه باقي جوه جسم الفتيس. الكلام بس يعني الغسيل ده انا من وجهه نظري بتحتاجه لما بتكون انت مش منتظم على الصيانات. بيبقى مثلا لو الزيت لونه احمر بيبقى نازل اسود. لكن لو انت بتغير زيت الفتيس كل 40000 بيبقى الزيت نازل احمر، الزيت لسه فعلا كويس. فانت في الحاله دي مش محتاج ايه، محتاج غسيل. فخلينا نقول لو انت منتظم ما تغسلش، هم هتنزل ال 4 لتر وتحط مكانهم 4 لتر وخلاص على كده. ما انتش منتظم، انت هنا مضطر تغسل، خدت بالك. وان كنت انت لو مش منتظم والزيت نازل اسود، كتر الغسيل اصلا خطر، لان احيانا الفتيس بيفوت من حركه زي كده. فانا من وجهه نظري انتظم بالصيانات، وما تقعدش تغسل الفتيس ب 3 لتر و6 لتر والكلام الفاضي ده. انا ضد الكلام ده قولا واحدا. عربيات بقى انا شفت فيها الموضوع ده بيحصل في الشتاء كتير جدا. عندك اللانسر البومه والشارك، النيسان صاني الان 16 و17، التويوتا كرولا. العربيات اللي شغاله في سي في تي بتلاقي العربيه ماشيه في صوت ترومبه باور رغم ان هي شغاله بباور كهرباء. عندك بقى القشقاي والسنترا. عندك الام جي 5، شفت العيب ده ظهر في الام جي 5. كل ده بسبب عدم تنظيف الفلتر. فدي نقطه مهمه جدا جدا يا جماعه ننتبه ليها. اتمنى من الله في النهايه الفيديو يكون ممتع ومفيد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو